السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. حبيت اعمل معاكم بقى النهارده اكله جميله كلنا بنحبها واولادنا بيحبوها. اكيد انتوا عرفتها من المكونات اللي انا حطاها دي مكرونه بشاميل هعملها معاكم النهارده. بالطريقه دي طريقه جميله جدا وبتبقى حلوه واولادي بيحبوها. حبيت ان انا اشارككم الوصفه دي عشان تشوفوها وتشوفوا انا بعملها ازاي. الاول انا معايا كده المكونات بتاعتي: كيلو لحمه مفرومه، ومعايا بصلتين مقطعهم على ايدي زي ما انتم شايفين، وقرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد وطماطمايه. الطماطم دي اختياري اللي عاوز يعني، بس انا بحبها لانها بتدي طعم حلو قوي للمكرونه. ومعايا برضو دي هنا عشان اعمل بيه البشاميل. ومعايا هنا 3 اكياس مكرونه كبار، انا كنت بعت ابني يجيب مكرونه فجاب لي مكرونه من الكبيره، كيس كبيره، فهستعمل بس كيس ونص. كنت بعتها يجيب لي مكرونه صغيره، كيس صغيره يعني اللي هو النص كيلو، جاب لي كيس من هي الكيلو، فهستعمل كيس ونص بس على قدنا يعني. حطيت المكرونه هنا في الميه، كنت حاطه الميه تغلي من بدري. الميه غلت طبعا زي ما انتوا شفتوها كده. نزلت بكيس واحد وهقلب، وهنزل بنص كيس برضو زي ما انتوا شايفين كده. ده كده كفايه الكميه دي على قدنا بس. هقلب كويس برضو عشان خاطر المكرونه ما تمسكش في بعضها، وهستمر في التقليب كل شويه. انا حطيت في الميه دي معلقه زيت ونص معلقه ملح، وهستمر برضو في التقليب كده زي ما انتوا شايفين. هجيب برضو اللحمة بتاعتي وابدأ اعصجها في رحنة كده عشان خاطر ما تاخدش معانا وقت كتير. هولع بس البوتاجاز كده زي ما انتم شايفين. هقلبها برضو كويس عشان خاطر تنزل المية بتاعتها. انا مش هحط عليها لا زيت ولا سمنة دلوقتي خالص غير لما هي تتشوح وتنزل المية بتاعتها، وابدأ بقى احط لها الزيت والسمنة. هقلب المكرونه زي ما انتم شايفين كده، قلتلكوا عشان خاطر ما تمسكش في بعضها او انها تلزق في قعر الحله. انا حطيت معايا معلقه شطه مفرومه على اللحمه دي، لان بحبها الصراحه تبقى مشطشطه شويه، فدي معلقه شطه صغيره كده. وهجيب برضو المكونات بتاعتي اللي هي الطماطم والبصل وكده، هنزل برضو عليها بس اما اقلبها شويه حلوين كده، واقوم نازله عليها بالطماطم والبصل. على فكره اللحمه دي مش لحمه جزاري، لا دي لحمه بط انا كنت فرماها. فهي حوالي كيلو يعني. انا بحبها بالبط، بتبقى تديها طعم حلو قوي. لحمه البط بالذات في المكرونه البشاميل او الرقاق باللحمه الجلاش، تدي طعم حلو قوي عن كمان اللي هي اللحمه الجزاري. دلوقتي نزلت بالبصل والطماطم والفلفل، هقلب كويس. هقلبهم كويس عشان خاطر ياخدوا من بعض كده، اللحمه تتبل فيهم ويتشوحوا سوا مع بعض، فبتدي طعم حلو عن ما ان احنا نشوح اللحمه لوحدها يعني، او وبعد كده نضيف لها الخضار اللي احنا مقطعين البصل والفلفل وكده. لا، ما نشوح كلهم سوا مع بعض بتدي طعم حلو للحمه. هجيب برضو معايا التوابل بتاعتي هحطها عليها دلوقتي، بس لما اقلبها شويه حلوين كده هقولكوا على التوابل انا بحطها: زعتر وروزماري وملح وفلفل وكمون وسنه كركم. دول بس التوابل اللي انا هحطها عليها، مش هحط حاجه ازيد من كده، عشان خاطر اهي دي التوابل، عشان خاطر تدي طعم حلو معايا. وبرده كتر البهارات في الحاجه متديش طعم كويس. هقلب زي ما انتوا شايفين كده كويس، هستمر في التقليب عشان خاطر تتشوح كلها سوا مع بعض. مش هحط على الزيت والسمنه دلوقتي خالص غير لما تتشوح. هسيبها برضو شويه كده دلوقتي، وبعد كده احط لها الزيت والسمنه. هقلب المكرونه كل شويه كده اقلبها. اهم حاجه ان هي تطيب معايا كويس، تستوي في السليق، عشان خاطر هي ما بتطيبش في الفرن مع البشاميل، فلازم ان احنا نتك عليها في السليق شويه وتطلع طيبه خالص. ده اهم حاجه في المكرونه، عشان خاطر هي طبعا ما بتاخدش معانا وقت في الفرن مع البشاميل، فممكن تطلع معانا مش طيبه او كده. لا، احنا في السليق نطيبها كويس. لسه برضه هسيبها شويه تتشوح كمان، لان لسه فيها ميه كده. لما تزرد كل ميتها خالص هبدا احط لها الزيت والسمنه. على فكرة الأكلة دي جميلة جدا وسهلة، وبيبقى لها طعم جميل جدا.
انا اولادي بيحبوها قوي من اول ما بدات اعملها لهم. وهما بيحبوها. المكرونه دي بجد بتاع طعمها حلو. وكمان ان اكل الاطفال بيحبها، يعني يا ريت تعملوها لاولادكم. اكل هيحبوها والكل هيحبها. زي ما انتوا شايفين الميه دي كده، انا مش هحط بقى برضو زي ما قلت كده، مش هحط الزيت والسمنه غير لما الميه دي تنشف خالص. انا خلصت المكرونه كده. وهرد وهجيب هنا حله فاضيه عشان اعمل البشاميل بقى. هحمر الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اقلب كويس عشان خاطر ما يتلسعش مني لحد ما يدي اللون اللي هو الحمصي ده. هنزل عليه باللبن. اهم حاجه في البشاميل ان احنا منغمقش الدقيق. الدقيق يكون فاتح عشان خاطر الطعم بتاع البشاميل اللي معانا يفضل كويس. لكن لو الدقيق غامق بتبقى بيدي طعم مش كويس للبشاميل. لازم الدرجه بتاعه الدقيق تبقى فاتحه. لسه كمان هقلب شويه برضو. لا، اللحمه دي الصراحه غابت معايا شويه في التطييب. بس كل ما تغيب معايا وكل ما اشوحها اكتر بيبقى طعمها احلى وتبقى كويسه وتبقى المكرونه بتاعتي ناجحه. فما تقلقوش يعني من انها غابت معايا البوتاجاز. لازم ان انا استنى عليها شويه عشان خاطر المكونات كمان ايه تكون طابت كلها. انا نزلت كده باللبن، شايفين لون الدقيق عامل ازاي. انا ما غمقتهوش، يا دوبك خد لون كده احمر حاجه بسيطه كده. ونزلت عليه باللبن، هقلب كويس برضه عشان خاطر ما يكلكعش معايا وما يعجنش. واول ما احس ان هو بدا السمك بتاعي يتقل كده هطفي النار على طول. هزوده كمان شويه لبن لان كنت حاسه ان هو ايه اللبن شويه معايا. هزود كمان شويه لبن صغيرين. انا بقول لكم كده خلاص اللحمه بتاعتي استوت. هنزل بالزيت. ومعايا هنا سمنه بلدي هحط عليها معلقه كده. السمنه البلدي بتديها طعم حلو قوي. هقلب كده بقى واطفي على طول عشان خاطر ريحه السمنه وطعمها ما يروحش من اللحمه يفضل فيها. لان كل ما السمنه بتسخن اكتر في الاكل طعمها بيروح، بتفقد الطعم بتاعها والريحه بتاعتها من الاكل. فانا هطفي كده خلاص، طفيت على اللحمه خلاص. هشوف البشاميل بتاعي. تمام كده برضو البشاميل خلاص. هحط له شويه فلفل اسمر بيديله طعم حلو قوي للبشاميل. ما بحطش عليه اي حاجه تانية، لا ملح ولا اي حاجه. هو شويه الفلفل الاسمر دولت بيديله طعم حلو قوي. في ناس بتحط بيض وحاجات من دي، انا ما بحطش بيض. انا كده بقى جبت اللحمه بتاعتي ومعايا الطواجن دي. هعمل برضو طواجن لحمه كده، والصينيه دي دول اللي انا هعملهم، دول 4 طواجن. انا هعملهم دلوقتي معاكم. بحبها قوي، بتبقى في الطواجن بتبقى جميله جدا وبيبقى شكلها حلو، هتشوفها برضو في اخر الفيديو. هبدأ احط البشاميل على الكمية اللي معايا دي، كمية المكرونة اللي معايا. هحط البشاميل كده. على فكرة انا البشاميل ده مكفاش معايا وعملت تاني عشان خاطر ازود بيه الطواجن والصينية. ادي المكرونة هقلبها بقى حلو عشان تاخد كلها تشرب من البشاميل كده. هقلبها كويس. هجيب بقى الصينية بتاعتي وادهنها شوية زيت. وهبدأ الاول ادهنها زيت كده عشان خاطر ما يمسكش المكرونة، تمسكش معايا في الفرن. تمسك في قعر الصينية، يعني تطلع معايا بسهولة وما تمسكش في قعر الصينية. اهم حاجة حبة الزيت دول. هنقول بسم الله كده ونبدأ بقى نرص الصينية بتاعتنا. لسه كل حاجة سخنة ازاي. هنبدأ بقى ان احنا نرصها كويس، نعمل طبقة حلوة من المكرونة كده عشان نحط عليها اللحمة. انا يعني مش عارفة اقول لكم قد ايه هي كان طعمها جميل جدا وكان طعمها روعة. كل اللي ياكل منها يقول لي بجد تسلم ايديكي، كان طعمها جميل جدا. وكانت عاجبة ولادي وعاجبة جوزي جدا، كان طعمها حلو. وعملتها بالطريقة دي اللي انتوا شايفينها. بعملها بقى على طول، يا ريت تجربوها. بجد والله كان طعمها تحفة. واهم حاجة ان احنا نكتر البشاميل. انا بقول لكم كمية البشاميل دي معايا ما كفتش.
رجعت عملت تاني عشان خاطر ازود البشاميل على المكرونه، لانه بيدي طعم حلو قوي للمكرونه اما بيكون البشاميل كتير. نزلت باللحمه هنا كده فيها، هفردها كويس وابدا احط تاني طبقه المكرونه اللي فوق، هفردها برضو حلوة عليها كده، واغطي كل اللحمة بتاعتي بالمكرونة. تمام زي ما انتوا شايفين كده، هسويها برضو كده وهغطيها حلو وانزل عليها بالبشاميل. انا كده عملت الصينية دي زي ما انتوا شايفين، بس حاسة ان البشاميل بتاعها شوية. جبت برضو الطواجن عملتها زي ما انتوا شايفين، حطيت طبقة اللحمة تحت وبعدين المكرونة فوق منها، عشان لما اقلب الطاجن تبقى اللي هي المكرونة سوري اللحمة هي اللي فوق. هعملها برضو بعمل معاكم طاجن كده عشان تشوفوا انا عملته ازاي. حطيت اللحمه تحت والمكرونه فوق منه، وهبدا اكبسها كويس كده عشان خاطر اما اجي اقلبها ينزل معايا القالب متماسك كده وما بيفرفتش من بعضه. بتك عليها كده بظهر المعلقه عشان المكرونه كلها تمسك في بعضها وما تفرفتش لما اجي اقلب الطاجن. انا عملت بقى شويه البشاميل دول تاني كده غير الكميه اللي انا كنت عاملاها قبل كده، عشان خاطر ازود بيهم الصينيه والطواجن من فوق، لان البشاميل ما كانش كافه معايا. هوزع البشاميل عليهم كلهم كده لحد ما ياخدوا كلهم كفايتهم، وبعد كده الكميه الفاضله هحطها على الصينيه، هفضيها تاني على الصينيه، ازود الصينيه بيها لان المكرونه طبعا باينه ازاي، فهحاول اغطيها كويس. دي من اجمل الاكلات اللي انا بحبها، المكرونه البشاميل. بجد انا بحب المكرونه وبحب ان انا ابدع فيها. كمان هعمل معاكم قريب فيديو عن المكرونه الطواجن، برضو المكرونه اللي هي الحمراء اللي هي برضو الاقلام دي، بس بتبقى معموله بالصلصه طبعا وباللحمه وبالصلصه كده في طواجن، وهعملها معاكم بتبقى طعمها جميل جدا. بعملها انا يعني ليا نفس في المكرونه، بتبقى جميله جدا. بيه انا كده خلصت الكميه بتاعتي، هدخلها الفرن واوريها لكم بقى لما تطلع من الفرن تبقى شكلها عامل ازاي وتشوفوها، ويا رب تعجبكم. دي المكرونه بعد ما انا طلعتها من الفرن بقت بالشكل الجميل ده. هقلب معاكم طاجن دلوقتي عشان تشوفوها. اهم حاجه لو انتوا عايزين الطاجن بتاعكم ينزل كويس ومتماسك تسيبوها لما تبرد شويه، بس انا عشان خاطر اقفل معاكم بقى الفيديو وكده هعمل معاكم الطاجن، هو انا لسه مطلعاه من الفرن وسخن، بس هوريهولكم برضو، وهوريكم برضو في اخر الفيديو الطاجن التاني لما برد وقلبته كان شكله عامل ازاي. هركنهم بقى في جنب كده عشان اعرف اقلبها. وسع بقى كده المكرونه، بسم الله. هي كانت سخنه لسه، بسم الله. لما بتبرد بقى شايفين شكلها جميل ازاي، مع انها سخنه بس نزلت برضه متماسكه. ليه؟ عشان خاطر انا كنت بكبس بظهر المعلقه كده في الطاجن عشان تمسك في بعضها. لما بتبرد شويه بقى بتبقى ماسكه في بعضها، مفيش اي حاجه بتقع خالص من الطاجن وتبقى جميله. عايزاكم تجربوها، متنسوش تقولولي بقى عليها في التعليقات كانت عامله ايه معاكم لما تجربوها. هنزين كده الطاجن بتاعنا برضه عشان خاطر التصوير. اعملوا بقى لايك يا جماعه للفيديو ده، لان والله العظيم تعبت فيه، وعايزاكم بقى تعملوا لي لايك عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير ويشوفوه، ونحن نفيد ونستفاد. وده بقى الطاجن التاني لما برد.